بيختارها وبيحبها، لكن الحقيقة ان هو باعها في اول محطة. ده الفيديو اللي اتكلمنا عنه امبارح. طبعا حاسين بقد ايه بوجعها وألمها، وان احنا طبعا بنتكلم على ابن اصول بنت اصول، بنحاول نشارك معاكم قصص حقيقية عشان الناس تبدأ تفوق معانا وتقوم من جديد بعد عناء كبير مروا بيه. فأهلا بيكم في رحلة تعافي حقيقية وقصص حقيقية واقعية لناس تعبت في حياتها واتوجعت واتألمت في رحلة حقيقية. يلا بينا نبدأ هذه الرحلة الجميلة لإخواتنا في كل مكان اللي بيتابعونا من كل أنحاء العالم ولسه بادئين ودي مش شطارة مننا لكنه فضل من الله، عشان ربنا مش عايزك تفضل بنفس الوضع، عشان ربنا مش عايز اللي كان بيتعمل فيك، عشان ربنا كان سامع وشايف تدبيرهم عليك. فتأكد ان الخير ما كانش عند الباب ده وقفله ليك حكمة من عند الله. فيلا بينا نبدأ هذه الرحلة الجميلة لاخواتنا في كل مكان، الناس الجميلة المحترمة اللي بتتابعنا. حاولوا توصلوا اللايف لأكبر قدر، يلا عشان احنا اللايف اتقفل الأولاني. يلا نبدأ هذه الرحلة الجميلة، كل لايك وشير عشان نوصل لأكبر قدر ممكن من الناس الجميلة المحترمة اللي بتتابعنا من كل أنحاء العالم. فطبعا هنكمل مع بعض قصة بنت الأصول اللي بعتت لنا، اللي تعبت وعانت واستحملت حاجات محدش يستحملها، وكانت العلاقة غير مناسبة للأسف، مفيش تكافؤ في أي حاجة. هي بنت أصول وتستحق التقدير، وناس يعني بص عارفين الناس اللي هي نضيفة من جوه ومن بره، هي كده. فناس يعني فعلا احنا شايفين ان ناس ما رحمتكوش، ناس جت عليكوا قوي، ناس فضلتوا واقفين بالسنين على باب اتقفل. فالعلاقات المنتهية المؤذية، الناس اللي لسه واقفة على الباب، وهم باعوهم يعني هم باعوهم في اول محطة تعب او اول محطة اي محطة، اول محطة باعوهم في منتهى البساطة، بمنتهى البساطة باعوهم. بس انت الصورة عاملة كده ليه؟ الصورة كده كويسة يا جماعة؟ شايفيننا وسامعيننا كويس؟ بس الصورة فيها غريبة. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. كله يدعم اللايف يا جماعة، لايك وشير عشان نوصل لأكبر قدر ممكن من ولاد الأصول الحلوين، ونكمل مع بعض قصص التعافي، قصة مهمة من وجع لناس جميلة بتتعافى، ناس قلبها أبيض كبير وبيحاولوا يتعافوا ويقوموا على رجلهم بعد العناء الكبير اللي مروا بيه في حياتهم. والحمد لله رب العالمين، ناس جميلة محترمة، عملنالكوا زي كوكب صغير لولاد الأصول، الناس الجميلة المحترمة اللي عانت وقالت الحمد لله رب العالمين بعد كمية وجع كبيرة وخذلان ودمار روح. فاحنا بنقول لكم الرحلة دي من عند الله، ليس صدفة وجودك في هذا اللايف وليس صدفة وجودي، لكنه من عند الله الواحد القهار، عشان ربنا مش عايزك تفضل بنفس الوضع. عشان كده قلت لكم كتير اوعى تقف على باب ربنا قفله، خلاص الباب اتقفل، معناها ايه؟ ان خلاص ربنا مش عايزك تدخل، فربنا قفله عشان مش عايز لك اللي كان بيتعمل فيك، عشان ربنا كان سامع وشايف تدبيرهم عليك. فتأكد ان الخير ما كانش عند الباب ده وقفله ليك حكمة من عند الله. فيلا بينا نبدأ مع بعض هذه الرحلة. فلو مستعدين ترجعوا لطبيعتكم الحلوة تاني، لو مستعدين ترجعوا جواهر حقيقية تاني، لو مستعدين ترجعوا، انتوا كده كده ولاد اصول مش محتاجين ترجعوا. فيلا بينا في هذه الرحلة الجميلة اللي تستحق التقدير ليكم، عشان انتوا ناس جميلة وتستحق الخير الكتير. فنكمل مع بعض القصة الجميلة، بس الناس تتجمع، اعملوا لايك وشير ودعموا اللايف عشان نكمل هذه القصة الحقيقية عن الناس اللي كانت موجوعة، وقصص فعلا يعني مهمة، قصص مهمة، قصص حقيقية من قلب موجوع، قلب موجوع لروح جميلة بتتعافى، البنت أصول من الناس اللي بنحاول نشارك قصص كتير للتعافي عشان تستفيدوا، لعل تلاقي فيه كلام يكون قصتك، يمكن تسمع لآخر كلمة لأنه ممكن يكون قصتك. ناس كتير قالت لي دي عاملة زي قصتي، فانتوا فيكوا حتة بيضة جميلة فهتستفيدوا وهتتعافوا بإذن الله. اسمعوا معانا هذه الكلمات الجميلة ليكوا، اللي بتحمل سر كبير، سر كبير، هو ده سر هيخليك تفوق، هيخليك تقوم، هتعرف قيمتك الحقيقية وروحك وهتبدأ تفتح. فقصص حقيقية من كسر قلب لسلامة روح،
لسلام روحك وقلبك يرتاح بقى بعد العناء الكبير اللي انت مريت بيه. فيلا يا جماعة دعموا اللايف عشان نوصل للناس الجميلة اللي زيكم في كل انحاء العالم. هنحكي لكم على قصص ناس حقيقيين اتواجعوا وتعافوا وبيتعافوا، وناس بعتت لنا قالت لنا شارك لنا هذه التجربة، قالت لنا شاركها. وطبعا احنا بنختار هذه القصص الواقعية الحقيقية عشان تستفيدوا واحنا بنعملها بسيستم معين. فيلا يا جماعة نبدأ هذه الرحلة. يا ريت الناس تتجمع معانا، بس طبعا احنا اللايف قفل وفتح، فقدنا الناس اللي كانت معانا. فاللهم صل على سيدنا محمد. نحاول بس نتجمع عشان نكمل مع بعض هذه الرحلة الجميلة. اي حد بيدخل يقول لي اسمه من انهي بلد ومستعد معايا رحلة التعافي ولا لا، واللي هيصلي على النبي هنعتبره مستعد. فيلا بينا نبدأ هذه الرحلة الجميلة لاخواتنا في كل مكان اللي بينورونا. أميرة طبعا دعمت اللايف، بنحييها طبعا. يا أميرة بنحييكي عشان انتي بتوصلي اللايف لأكبر قدر ممكن من الناس الجميلة اللي زيك ولاد الأصول. ربنا يفرج همكم ويعوضكم خير وتفرحوا أخيرا بعد كمية الوجع الكبيرة اللي انتوا مريتوا بيها. يلا يا جماعة دعموا اللايف عشان يوصل لايكات كتير، عشان يوصل للناس اللي شبهكم، الناس ولاد الأصول الجميلة. وإن شاء الله ربنا يكرمكم ويعوضكم عن كل وجع اتوجعتوه، وعن كل ألم اتألمتوه، وعن كل تعب تعبتوه، وعن كل خذلان خذلتوه، وعن كل ظلم ظلمتوه. يا ناس يا جميلة محترمة، يا ناس يا جميلة يا محترمة. قصص حقيقية عن كسر القلب، عن ناس حقيقية اتوجعوا وتعافوا ومن جرح كبير مروا بيه، لان الخذلان بيدمر في الروح. حكايات ناس لسه واقفة على رجلها وبتقوم على رجلها بعد كمية عناء كبيرة، فلازم تفوق. فهنكمل مع بعض هذه القصة، قصة بنت الأصول. فاحنا خلي بالكم بنقول كل يوم قصة، سواء هنبدأ نقولها إن شاء الله. وقلنا جزء امبارح من القصة لبنت الأصول، وإن شاء الله الأيام الجاية برضه هنقول لابن الأصول. فطبعا هنشارك على أساس إن الناس تتعافى وتفوق، لعلها تلاقي قصتها في هذه القصص اللي بنقولها. وهندي فرصة للناس طبعا المستعدين، والناس اللي بتتابع معانا هنخليها إن شاء الله تشارك معانا بإذن الله. فتابعوني في اليوتيوب على مصطفى بوشناق رحلة التعافي قناتي، واشتركوا فيها عشان يعني تفوقوا معانا، لان طبعا هيبقى فيها فيديوهات طويلة بإذن الله بإذن الله. نبدأ مع بعض هذه الرحلة. القصة نبدأ نكملها واسمعها للآخر لأنها تفرق معاك. قصة حقيقية لبنت أصول شاركتنا هذه الوجع الكبير، وقصة طويلة، قصة تدرس، قصة فعلا يعني ناس هتستفيد منها كتير. يمكن تغير حياتك هذه القصص، وتحس ان هي يعني فعلا كانت فعلا سبب في تغيير حياتك، ويعوض ليك بإذن الله. مع أولاد الأصول اللي مش هنسيبكم إلا لما تتعافوا وتفوقوا وتقوموا على رجلكم. سارة طبعا بنحييها عشان بتسجل إعجابها في اللايف. أي حد يا جماعة بيسجل إعجابه في اللايف، لايك شير، بيقدم أي حاجة لللايف، فهو بيدعم إخواته عشان اللايف يقوم، لأنه مش بيقوم كده إلا لازم لايك 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 شير 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 على طول. إن شاء الله بيبقى الساعة 2. احنا بقالنا كام يوم يا سارة؟ الساعة 2 مساء، اتفقنا مبدئيا، أو واحدة، من 1 ل2. تابعي اللايف من 1 ل2، بس احنا في الاجازات 2 ان شاء الله. فريدة انضمت، اهلا يا فريدة. فالناس الجميلة اللي بتنضم معانا، اللي بيدعم اللايف، الناس اللي عايزة توصل اللايف لأكبر قدر ممكن، انا بقول لهم يلا عشان تقوموا. بنكمل مع بعض قصة بنت الأصول بعد ما وقفت جنبه وتعتقدت إن معاها حد بيحبها أو بيقدرها، لكن للأسف باعها في أول محطة بعد كمية عطاء كبيرة قدمتها، بعد كمية وقفة جنبه قدمتها، بعد ما جت على نفسها كتير، بعد ما خلاها تطلع تعبانة وعيانة ومريضة. طبعا خلي بالكوا انت لما بتضغط على نفسك زيادة عن اللزوم بتطلع عيان ومريض. فلأن طبعا النفسية مهمة، ان انت بتأذي نفسك من غير ما تحس. فسيدنا عمر بن الخطاب، لو انت علاقات خلصت وانتهت، فسيدنا عمر بن الخطاب قال اعتزل ما يؤذيك، اعتزل ما يؤذيك. فخلاص علاقات خلصت وانتهت، من فضلك ما تفضلش واقف على الباب، خلاص ان الباب اتقفل خلاص. معناها ايه؟ ان ربنا خلاص مش عايزك تدخل. خلاص. بص سارة، بص سارة جميلة ازاي. ربنا يكرمك يا سارة، وكلنا نحيي سارة على دعمها لللايف. اي حد هيدعم اللايك او شير او تقديم اي حاجة لللايف، فهو بيجيب ناس معاه، اخواته في كل مكان في العالم هم محتاجين يفوقوا زيك. ناس كتير تعافت الحمد لله في رحلتنا الاولى، ودي الرحلة التانية.
وبيدخلوا من في وقت للتاني يخشوا يقولوا لنا احنا تعافينا. فطبعا عايزين نوصل اللايف. كان معانا دلوقتي ناس كتير بس ايه فقدناهم لان اتطفى اللايف، يعني اتقفل بسبب الشبكة. فعايزين بس نجمع الناس عشان نكمل القصة دي عشان الناس ما تزعلش. القصة الحقيقية بتاعت بنت الأصول اللي عانت وتعبت في حياتها كتير، وكانت فاكرة ان معاها اللي بيحبها وبيقدرها، وباعها في اول محطة بعد العطاء الكبير وظلمها وجه عليها، وكمان باين للناس كلها ان هي اللي غلطانة وهي اللي فيها المشكلة، وان هي اتهامها في حاجات مش هي اللي عملتها اصلا، لكن هو اللي كان بيعمل كده. وطبعا اتأثر بكل اللي حواليه وما فرقتش معاه وما صنهاش زي ما قال، ما عملش اي حاجة من اللي قالها من اللي قالها. فهي طبعا بتعاني. احنا طبعا بنقول كلام كتير على لسانها اللي هي بعتته، وبنتكلم على اللي احنا شايفينه الله يخليك يا سارة، الله يخليك، محتوى جميل. ده بيكو، ده بيكو يا سارة، محتوى جميل بيكو. فربنا يكرمكم يا رب. خليكم معانا في رحلة التعافي. اي حد يدخل يقول لي اسمه من اي بلد ومستعد معانا لرحلة التعافي، واللي هيصلي على النبي هنعتبره مستعد للتعافي من كل وجع ومن كل ألم، وبداية حياة جديدة بإذن الله كلها فرحة وسعادة وأمل. نكمل هذه الرحلة الجميلة. عليكم السلام، أهلا بك يا سارة. أنا بحب حد وهذا حد أول امبارح نهى في كل شيء، مفيش سبب واحد الآن المصدوم. يا ريت ندعم سارة يا جماعة. سارة تانية غير السارة اللي بتعمل لايك، سارة تانية ندعمها كلنا. يا ريت تقولي اسمك من اي بلد مستعدة ريحة تعافي وتصلي على النبي وتسمعي معانا اللي هنقولهولك، وهتلاقي ناس جميلة هنا. كل اللي هتقوليه معايا دلوقتي الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها، وحسبي الله ونعم الوكيل. مرة واحدة بس ربنا يقولك لأنصرنك ولو بعد حين. فحقك كده كده راجع. لكن دلوقتي انت مصدومة، وده وضع طبيعي، وضع طبيعي واحساس صعب ان انت تصدمي، والخذلان بيدمر في الروح وجع كبير. على ان انت بالذات ما بتلاقيش السبب انت حصل لك كده ليه. ناس كتير قوي تعبانه من وجع الظلم، يعني بنت الاصول اللي احنا بنشارك تجربتها دلوقتي هي تعبانه من وجع الظلم. يعني بتقول انا مش عارفه انا عمل حصل لي ايه، نفس اللي انت حصل لي كده ليه، مصدومه صدمه كانت كبيره. بس طبعا هي بتحكي لنا القصه وازاي ان هي بتتعافى دلوقتي والوضع عامل ازاي، وقد ايه عانت ولمستنا هذه القصه جدا. فبنقول لكم يعني ومبيبقاش في سبب، ما تعرفش ليه حصل كده. يعني وجع الظلم نفسه ده شيء موجع وخذلان بيدمر الروح. فمبقوش عارفين ليه حصل كده، نفسهم يعرفوا حتى ليه اتخذلوا ليه اتوجعوا. وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير الفترة اللي فاتت، بس ما عنديش مشكلة ان احنا نتكلم فيه تاني. بس خلي بالك الخذلان، يعني انا عايز كل حد بيدخل يقول لي يشارك تجربته معايا، يقول لي الخذلان من وجهة نظره ومن واقع تجربته حتى في جملة واحدة. ليه حصل لك كده، ليه اتخذلت، ليه اتوجعت من اقرب مليك، ليه اتظلمت. مروة ازيك يا مروة، اخبارك ايه؟ بس بتخش تسجل اعجاب على طول باللايك، تقعد ما بتشيلش ايديها. فالناس دي بتحاول توصل لايف لناس تانية، بتحاول تدعم اللايف، بتحاول تدعم رحلتنا عشان توصل وناس كتير تتعافى زيكم. فاللي بيفك كرب ناس بتفك كربته، فطبعا بنحييها. واي حد بيدعم اللايف بندعيله ان ربنا يعوضه ويكرمه. وكل اخواتنا هنا ولاد الاصول عملنا لكم كوكب صغير لكل ولاد الاصول، الناس الجميله المحترمه اللي بيتابعونا من كل انحاء العالم. فدعموا يا جماعه ساره اللي هي مصدومه دلوقتي. ف اللهم صل على النبي. انا عارف طبعا وجعك يا ساره ومقدره، ووجع كبير يعني وجع كبير بجد، وخزان بدم الروح. وعارف ان انتي قلبك نفسه مش فاهم ايه اللي بيحصل، مش فاهم ليه حصل كده. يعني يمشي من غير سبب، من غير سبب نهائي. وده نفس الكلام على فكرة اللي اتبعت فيه بنت الاصول اللي انا بحكي عليها، اتبعت من غير سبب، من غير سبب. بالعكس ده كان بص منتهى العطاء، منتهى التضحية، وان هي وقفت قدام كل الناس وتبرر، واهلها يقولوا لها بلاش، يقولوا لها بلاش، وبرضه مصر عشان كانت بتحبه وفاكراه بيحبها وبيقدرها وبيحترمها وهيصونها زي ما وعدها ووعد اهلها. لكنه ما طلعش قد المسؤولية، ما طلعش قد المسؤولية، وباعها في اول محطة، وباع كل حاجة بينهم، كل حاجة جميلة كانت موجودة في. ودي كانت علاقة كمان انت قولي على الاقل انت لسه في البداية، لكن هي كانت علاقة يعني اللي هي بعتت لي دي بنت الاصول دي،
علاقة كاملة وبيت وأسرة، وحاولت تحافظ عليه كتير، تحافظ على البيت بشتى الطرق، بشتى الطرق، لكن برضو ما نفع، ما نفع، وفضلت واقفة على الباب ده بالسنين مع انه اتقفل، عشان تحافظ على استقرارهم وبيتهم، وده مفيش فايدة. فده من اصلهم، فعشان كده قلت لك ما تقفش على باب وتقعد وفي الاخر طلعت تعبانة طبعا من كمية الوجع. ف... فشخص يمشي من غير سبب او يظلمك او يوجعك و... بس عايز اقول لكم على حاجة يا جماعة، مش كل اللي بيمشي، يعني انا عايز اقول لك على حاجة يا اخت استاذة ايه سارة، مش كل اللي بيمشي من حياتنا بيبقى فيه سبب واضح، يعني مش لازم تعرف السبب عشان ما تتعبش، متقعدش تسأل نفسك إيه السبب، إيه السبب، إيه السبب، عشان ما تتوجعش. اوقات الوجع فعلا مش في الفراق، الوجع الحقيقي في اللامنطق، خلي بالكم ان انت مش عارف ليه حصل كده، فانت بتقعد تتعب. يعني ليه؟ ليه ملهاش جواب، ليه ملهاش جواب؟ ساعات بس احيانا بيبقى بسبب الخذلان وبسبب سقف التوقعات والتبرير ليهم، زي ما بنت الاصول دي كانت بتقول، تقول لك انا فضلت ابرر والناس كلها تقول لي لا، كل ما يخزني ويظلمني ويفتري عليا ابرر اقول يمكن يتغير، يمكن يتحسن، وادعي له وادعي وانا تعبانه، يا ريتني كنت مبسوطه. تقول لك انا ما كنتش مبسوطه، انا كنت زعلانه اثناء العلاقات، حتى اثناء العلاقه المنتهيه المؤذيه دي، كانت اثناء ما هما كان قبل الانفصال كانت مش مبسوطه. فانا بقول لها طبعا ما انت مش مبسوطه ليه، يعني يا ريت تبقى سامعاني، انت مش مبسوطه عشان كنت جايه على نفسك قوي قوي قوي، مدمره نفسك، عامله كل حاجه عشان الشخص ما بيديكيش حاجه، واهتمام اهمال، ما فيش اي حاجه، ظلم، افتراء، خذلان، وفي الاخر باعك بعد كل ده وانت صبرتي وفضلتي واقفه على هذا الباب بالسنين. عشان كده قلت لك يعني ما تفضلش واقف على باب بالسنين، هتتعب وهتتوجع وهتتألم، قمة كسر الخواطر طبعا يا ياسين، قمة كسر الخواطر. فربنا يكبر خاطركم بعد كل اللي عانيتوه. فبتقعد تسأل السؤال اللي جواك دايما، انا عملت ايه؟ انا عملت ايه يعني عشان يعمل فيا كده؟ ده بالعكس، الحقيقة انت ما عملتش حاجة خالص، انا بقول لك الحقيقة انت ما عملتيش حاجة، وبقول لبنت الاصول اللي بشارك قصتها احد القصص في رحلة التعافي، انت ما عملتيش حاجة، انت ما عملتيش اي حاجة. هو اللي معرفش يحبك زي ما تستاهلي، هو اللي معرفش يقدرك زي ما تتقدري، هو اللي معرفش قيمة بنت الأصول، العيب مش فيكي، العيب مش فيكي، هو اللي معرفش قيمتك. وانت يا ابن الأصول هي اللي معرفتش قيمتك، لو ابن أصول هو اللي مظلوم أو مغزوم، هما اللي معرفوش قيمتكم، هما اللي، فالعيب مش فيكم. فبمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة والسهولة لازم تعرف قيمتك، وده اللي هتعرفه معايا في رحلة التعافي، وهنعرفك قيمتك، وهنخليك تعرف ازاي تقف على رجلك، وتعرف انك مش لوحدك، وتحب نفسك. فاستمتع معايا بقى، الخذلان عمره او الانفصال او ايا كان عمره ما كان فشل، انتوا فشلتوش، عشان الناس اللي بتقول احنا فشلنا، انا بقول لكم انتوا ما فشلتوش، بالعكس ده اكبر مكسب ليك، انك تكسب نفسك، انت كسبت نفسك، كسبت قيمتك الحقيقية، لان انتوا ولاد اصول، هم عرفوا يوصلوا لكم، ده مش قليل انه يوصل لحد زيك، وما ينفعش كان يتعمل معاك كل اللي حصل ده، ما ينفعش، ما ينفعش. فما تقولش، اوعى تقول انا السبب وتشك في نفسك، انهم هيخلوك تشك في نفسك، هيخلوك تفكر تقول طب انا عملت ايه، وتفكر، اوعى تشك في نفسك، اوعى تندم على طيبتك، اوعى تندم على عطائك، اوعى تندم على اللي اتعمل فيك، انتوا حلوين وتستحقوا التقدير، الظلم ابتلاء بس عاوز الشخص القوي واللجوء الى الله. احسنت يا مروة، صح، عينك هتفتح بقربك من الله، لان ربنا علمك وهيعلمك وهيخليك ازاي تعرف ان انت ازاي ما تتعلقش تعلق مرضي، لان لازم اساس قلبك يبقى هو الله ورسوله، لان هي مش علاقة عبيد، انت حر وربنا خلقك حر، نفخ فيك من روحه عشان انت حر، حر، هتقوم، هتتعب شوية بس هتقوم. الناس بنت الاصول دي بتتعافى، خلي بالكم اللي بعتتلي في رحلة التعافي معانا بتتعافى، بتتعافى مع ان هي تعبت قوي، مكانتش متوقعة اللي حصل، لكن انتوا هتقوموا وهتعرفوا قيمة نفسكوا وهتحبوا تاني وتخشوا علاقات، لسه انتوا بتبدأوا، والمرة الجاية بقى هتختار لقلبك امان، هتختار لقلبك امان، مش لغز يقعد يخليك يبيعك في ثانية ويخليك تسأل نفسك طب انا عملت ايه. ان شاء الله المرة الجاية ربنا هيريحك باللي شبهك، هيريحك بالامان اللي ما يبقاش لغز
للنفس ولا اذية لنفسك، لان الحب عمره ما كان وجع متواصل. ان انتوا كنتوا موجوعين في عز العلاقة، كنتوا موجوعين برضه، يا ريتكم كنتوا مبسوطين. وعمره ما كان ان انا اجي على كرامتك وابيعك في ثانية، وابيعك في ثانية، وابيع كل حاجة ما بيننا، كل حاجة ما بيننا ابيعها في ثانية. كل التضحية اللي انا ضحيتها عشانك دي، ضحت عشانك قد ايه؟ ده انت ظلمتها. انا بتكلم على بنت الاصول النهاردة، لسه ابن الاصول هنتكلم عليه. فالنهاردة بنتكلم على القصة الحقيقية دي، تكملتها. قصة حقيقية لبنت أصول معانا في رحلة التعافي. أنا بقول لها يعني انتي تعبتي وعانيتي، والست دي مظلومة. أنا بقول له هو الست دي مظلومة، انت ظلمتها وافتريت عليها، حتى ما عملتش وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خير، حتى دي ما عملتهاش. لكن هنقول لك ايه يعني، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي انت عملته فيها. فالست دي مظلومة وجيت عليها قوي وافتريت عليها، وانا حكيت لكم القصة امبارح، واكيد انتوا شايفين قد ايه اتظلمت، اكيد حاسين قد ايه هي اتظلمت وعانت وعانت واكيد ممكن تلاقي قصتك فيها. فهذه القصة اللي حكيناها امبارح هتلاقوا القصة كاملة، وامبارح اللايف بتاعنا على اليوتيوب في قناتنا. يا ريت يا جماعة تشوفوا القناة، لان هنبدأ نشتغل عليها. اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. خلي بالك اشتراكك في القناة هتفرق معاك، ان انت هتشوف الفيديو بالكامل اللي احنا بنعمله في اللايف، لان هنا طبعا الفيديوهات مش هنقدر ننزلها كاملة لان هي بتبقى كبيرة. فده هيفرق معاك، هيقويك، هيخليك تقف على رجلك في رحلة التعافي. فياريت يا جماعة كلنا نتابع ونشترك في القناة دي عشان توصل لأكبر قدر ممكن من الناس الجميلة اللي زيكم. دعموها ودعموا رحلة التعافي، هتفرق معاكم. الأخت عاش أخبارها ايه؟ كل سنة وانت طيبة. دريم بتقول هو احنا ليه مش بنفهم التلاعب والتآمر اللي علينا؟ سؤال حلو، سؤال حلو يا دريم. بس هو انت، انا عارف ان انت قلبك طيب، انا عارف، وبتبقوا ولاد اصول وبتستنوا ان اللي قدامك يعاملكوا بنفس الطريقة. بتبقوا فاكرين كل الناس زيكم، كل الناس جميلة زيكم، كل الناس قلبها ابيض كبير زيكم. بتقدموا من جوه جوه قلوبكم الجميلة البيضة الطاهرة الحلوة اللي ربنا ابدا ما ينساها، ومتقدرة من الله سبحانه وتعالى ومن الناس اللي زيكم. هتلاقوا نفسكم مش لوحدكم، فيكم نفس الحتة البيضة. فانا هجاوبك بمنتهى البساطة يا دريم، عشان احنا ناس نضيفة. ليه مش بتفهموا التعب؟ عشان احنا ناس نضيفة، عشان بنشوف الناس بعينينا، بعينينا الطيبة الجميلة. عينيكوا الحلوة، عينيكوا الحلوة يا ولاد الأصول، ما بتشوفهمش بوشهم الحقيقي، وشهم الحقيقي المزيف اللي أقنعتها سقطت وانت قعدت تبرر كتير، تبرر خذلانهم، تبرر عشان الصفات الجميلة اللي انت كنت فاكرها فيهم وطلعت مش حقيقية. الحاجة الوحيدة اللي طلعت حقيقية هو انتوا. ففضلنا نبرر، والأقنعة تساقطت، والحمد لله التعويذة اتفكت. التعويذة اتفكت وبدأتوا تفوقوا وتشوفوا حاجات ما كنتوش شايفينها، عينكم اتفتحت، ربنا علمكم. فاحنا بجاوبك، احنا ليه مش بنفهم التلاعب والتآمر اللي علينا؟ عشان احنا ناس نضيفة، ناس محترمة، ناس عينها طيبة، عشان ولاد اصول قوي، ناس جدعة قوي، ناس بتقدم عطاء كبير قوي. ما بنشوفهمش بعينيهم، بنشوفهم بعينينا احنا، بنشوفش وشهم الحقيقي المزيف، المزيف. لكن احنا بنحب بصدق، بنحب بمنتهى الصدق والجمال، بنتعامل كأنهم زينا، كأنهم زينا بالظبط. بنصدق اللمعة في العين بتاعتهم، لما في لمعة في عينيهم مش حقيقية، لمعة مش صادقة، لمعة مش صادقة. بننسى حاجة مهمة أوي، بننسى حاجة مهمة أوي، إن احنا نقرا فعلهم. ما هو لازم إنسان فعل مش كلام. احنا صدقنا كلام، لكن الإنسان عبارة عن فعل. ما قريناش فعلهم، نسينا نقرا فعلهم، نسينا، نسينا نقرا فعلهم. عامل زي الإنسان اللي بينسى حاجة. عارفين الشخص اللي عنده الزهايمر؟ احنا طبعا معلش احنا وجعناكم شوية، ممكن نقول لكم نكتة بالمناسبة دي عشان خاطر بس ايه الناس تفوق شوية، لان في ناس انا عارف ان هي زعلانة معانا دلوقتي من كلامنا. احنا طبعا مش قصدنا حاجة، بس انا عايز اوصل لك ليه يا دريم اتلعب علينا ليه؟ عشان احنا ولاد اصول، عشان احنا فعلا مش بوشنا، مش شفناش وشهم الحقيقي، شفنا بعينينا الطيبة الجميلة ولاد اصول جدعان. افتكرناهم زينا. آه، يعني اللهم صل على النبي، نسينا اهم حاجة، نسينا نقرا الفعل، نسينا نقرا فعلهم. خدنا الكلام وصدقناه، لكن نسينا حاجة مهمة قوي،
ان احنا نقرا فعلهم ما قراناهوش. فبالمناسبة دي نقول لكم على النقطة دي عشان الناس بس تطلع من اللي هي فيه. بيقول لكم مرة حد عنده زهايمر ضحك، ساب بقه مفتوح، بس عشان بس ايه تطلعوا من اللي انتوا فيه. فالمهم، فروبي بتقول انا بس بقولك مش مسامحة. اهلا بيك يا روبي، كل سنة وانت طيبة، عيد سعيد عليكي. من حقك ما تسامحيش يا روبي، من حقك ما تسامحيش، وانا بقولك كده. لان في ناس تقولك انت مالك قلبك اسود ليه. خلي بالك انت ممكن تسامح وما تسامحش، بس هما محدش حس باللي اتعمل فيا، محدش حس. وانا انتوا كنتوا في ليل الوحدة القاتلة، محدش حس بكل ده صدقوني. فمن حقك، محدش يقولك ابدا انت قلبك اسود او الكلام ده، عادي عادي، من حقك. خلاص، فاللي يسامح ربنا قالها في القرآن، وانا جبتها لك من القرآن الكريم. اللي يعفو فأجره على الله، وأجرك على الله ده حاجة كبيرة اوي. واللي عايز اللي هو ياخد حقه ياخده. فانت ادعي لو عايز تاخد حقك، ادعي عادي مفيش مشكلة. بس المشكلة ان انت لما بتدعي كتير انت بتتعب. ليه؟ بتفضل مركز في الدعاء بس. ما بقولكم في ناس بتقوم مخصوص تدعي بالليل، فدي مش حاجة وحشة، ادعي براحتك. بس الفكرة انت عايز تدعي بالتعويض احسن، ركز في تعويضك اكتر. ادعي عادي بس لتعويضك اكتر، حتى مش هتبقى مركز معاهم فشوية ومش هتشوفهم. يعني بعد ما تتعافى من الخزان والوجع والألم سبحان الله تبقى شخص تاني، مش تبقى شايفهم الناس دي، مش هتبقى المشكلة في الرجوع وننسى من ظلمنا ونعود لعلاقات أذتنا لأننا نرى الناس بمنظورنا الطيب. صحيح صحيح، بالظبط كده. لا هو بصي كل حاجة نصيب، خلي بالك لو في رجوع وحصل بيبقى نصيبك. بس المهم ان انت ما تأذيش نفسك تاني. بس اهم حاجة اوعى تأذي نفسك تاني، لازم يبقى عندك حاجة كده تحمي صحتك النفسية، ان انت ما ينفعش تأذي نفسك تاني. فالناس اللي بتسألني ليه حصل معانا كده، ليه اتدمرنا، عشان نسينا نقرا الفعل. قرينا بس الكلام اللي اتقال لنا، بصينا بعينينا الطيبة، شفنا وشوش مش حقيقية، شفنا بعينينا الجميلة اللي فاكرين ان احنا ولاد اصول، ناس هتتعامل زينا بالاصل والذوق والاخلاق اللي احنا فيها. ما نسيناش ان في حد ممكن يمثل، ما نسيناش ان في قناع، ما نسيناش ان في تعويذة، ان التعويذة اتفكت الحمد لله وعينيكوا فتحت. فما نسيناش حاجات كتير. فمن فضلكوا اوعى تنسى اللي كان بيمثل، اللي بيفضل طول عمره خايف يتكشف. خلي بالكوا الناس دي بتبقى طول عمرها خايفة تتكشف، دايما بيبان للناس بشكل تاني غير حياته. طول عمره يفضل خايف يتكشف، طول عمره ضعيف. فاللي باع بنت الأصول اللي بحكيلكوا عليها ده ضعيف. أنا بقولكوا ده ضعيف. إن حد يظلمها ويطلع فيها هي الغلط، مع إن هي اللي واقفة بمنتهى الأصل والأخلاق وأصلها عالي وبنت ناس وبنت أصول، وتطلع فيها كل ده وتتكلم عليها ان هي ما ليس فيها، وان هي اللي عملت وسوت، ومش انت الغلطان والعيب مش فيك انت، مش انت اللي ظلمت وخذلت، فانت بعت ودبرت. عشان كده ربنا كان شايف وهما بيدبروا. فهو ده سؤالك، ردا على سؤالك. يعني كل حاجة حصلت لك واللي عمله فيك ده علمك كتير. اللي بيحبك فعلا ما يعملش فيك كده، لان عمره ما كان وجع متواصل. فانا عايز بس اسال سؤال، اكد السؤال اللي هي سالته، ليه بنقع في فخ الناس المتلاعبه؟ وازاي نميزهم؟ يا ريت الناس تفكر في السؤال ده بناء على الكلام اللي احنا قلناه، لان في علامات كتير قوي واضحه، بتبقى واضحه في حاجات زي كده. ف فعايز هنعمل لها حلقة مخصوص بإذن الله. يشوهونا بالظبط. لا بس احنا مش هنتشوه ابدا، اوعي تخليهم يأثروا على طيبتك ابدا، اوعي يأثروا على جمالك، اوعي يأثروا على طيبتكوا وعطائكوا الكبير، اوعي يأثروا على طيبتكوا وعطائكوا زي ما انتوا. بس هتحمي نفسك، بس هتحمي نفسك. انت عمرك ما اتشوهت، انت بس اتخذلت
وجع مؤقت، وهترجع تاني لطبيعتك الحلوة، هترجعوا تاني الجواهر الحقيقية زي ما انتوا لما كنتوا تدخلوا مكان كان بينور. كيف نعفو عن علاقات كانت تؤذينا نفسيا وحتى جسديا وكادت تدمرنا؟ ما هو بص، في ناس بتقدر تعفو يا منال، في ناس بتقدر تعفو وفي ناس ما بتقدرش تسامح. اللي بيقدر يعفو خلاص ده اجره على الله، بس ده بيقدر عنده القدرة، فاهم، عنده القدرة اللي هو ايه، يركز مع نفسه وعرف قيمة نفسه، فمبقاش شايفهم اصلا، فمبقوش فارقين اصلا، فاهم، عارف الناس دي. فده اللي انا كنت عايزك توصل له مع الوقت. انت مش توصل له دلوقتي، انت توصل له لما شوية ومش تبقى شايفه، بعد ما تتعافى من خزان الوجع والألم، وسبحان الله تبقى شخص تاني. انما مش عايز تسامح ما تسامحش، عايز تقول حسب الله ونعم الوكيل قول، من حقك على كمية الوجع اللي انتوا شفتوها. هات كل دمعة على حقوق ورجع. انا بأكد لكم بإذن الله من عند الله، من عند الله. في ناس فعلا وهم بيحاولوا يشوهونا بس مش هيعرفوا ان شاء الله، هتفضلوا زي ما انتوا. هم بيحاولوا يطلعوك بشكل زي الزفت، في أسوأ شكل، عشان يبرر اللي هو عمله. ما هو عايز يرتاح، هيرتاح ازاي؟ ما هو عايز يبرر ان هو باعك، عايز يبرر لنفسه وللناس، هيبرر ازاي؟ عايز يطلعك في أسوأ من اللي انت عليه بكتير. يعني انت انسان جميل وحلو، عايز يحس بالراحة، هيحسها ازاي؟ ما هو عايز يبقى يريح نفسه، هيريحها ازاي؟ عايز يغطي على ضعفه، عايز يغطي على ضعفه. الناس دي عايزة تغطي على ضعفهم بأذيتنا، سبحان الله. طب ما يا عم روح غطي على ضعفك بعيد عن الناس الجميلة ولاد الأصول. بس سيبهم انت شوية، مش تبقى شايفهم وهتفوق لما تعرف قيمة نفسك معايا بإذن الله. فهو عايز يشوهك قدام الناس عشان خاطر يرتاح ويبين ويداري على ضعفه بأذيتك، بأذيتكم. عايزين يأذوكوا، بيلاقوا فيكوا ضحية عشان انتوا ولاد أصول وبتقدموا خير وقلبكوا طيب كبير وبيستغلوا كل نقطة ضعف فيك. بيعرفوا ولاد الذين يستغلوا كل نقطة ضعف فيك، ما يسيبكش، لقالك نقطة ضعف يجيبها. وكل لحظة حيرة انت متحيرها عشان يشوهك قدام الناس ويبينك يعني مش عارف اقولك ايه. فدي جريمة، اللي هم عملوه دي جريمة، ده ظلم جديد ان هم بيحاولوا كانوا يشوهوك. جريمة كبيرة بيعملوها عشان يخلوك تشك في نفسك، يحاولوا يشككوك في نفسك. يعني ناس كتير شكت في نفسها تقولك انا ظلمت ولا ظلمت، مبقوش عارفين. شوف هما نجحوا ان هما يشككون في نفسهم، مش عارف بيعملوها ازاي. دي عشان هو بيداروا ضعفهم. ما بقولك عايز يسوق صورتك قدام نفسك قدام الناس عشان يداري ضعفه ويريح نفسه، ويريح نفسه ويبرر لنفسه اللي عمله والبيعة اللي باعها لها بنت الأصول أو ابن الأصول أيا كان اللي حصل له هذا الوجع والظلم الكبير. فمؤلم جدا اللي حصل لكم والناس دي سبحان الله بيقعدوا يستمروا في زراعة الأكاذيب والسوء عليك والأذية، يقعدوا يؤذوك صدقوني، يقعدوا يؤذوك فلحد ما يخليك تتحطم من جواك. هو عايز يحطمك، هو عايز يوجعك، عايز يخليك ما تقومش، فانت بتحاول تتعافى هيخليك يحاول يأذيك بهذا الكلام السيء، بالأذية أيا كانت الأذية. مش هيسيبك لحد ما يغير حياتك. يعني عايز يغير حياتك الجميلة الطيبة، القلب أبيض الكبير، وإن أنت هتتعافى. عايز يغير حياتك، هويتك، روحك الطيبة. بس عيني مش هيعرف، انتوا هتعملوا فيهم فصل محترم يطلع من عينيهم لما تركز مع نفسك وتعرف قيمة نفسك وتحب نفسك فعلا. لان هما الجرح اللي تركوه فيك مش شوية، دمروا في روحك الطيبة يعني. لكن القوة اللي جواك ان انت تطلع منها، انت القوة اللي جواك هي اللي هتطلعك منها. هتطلعوا منها يا ناس يا جميلة محترمة. مش مهم لو قالوا عليك ضعيف، مش مهم لو الناس كلهم اللي حاولوا يحطموك ويحبطوك، مش مهم، مش فارق معاك اي حد. شوية مش تبقى شايفهم الناس دي، شوية بعد ما تتعافى خزانة. صدقوني الناس دي مبتشافش، مش معنى ان انت شفتها الناس دي مبتشافش، وهتعرف وساعتها هتضحك. هيتفرجوا على الفيديو اللي احنا نزلناه بتاع مش خدوا حقك. مش مهم لو حاولوا يحطموك قدام كل الناس، لو حاولوا يشوهوك، لو حاولوا يخلوك يعني الناس ما تشوفش الحقيقة الحقيقية. هو مش عايزين الناس تشوفوا الحقيقة، ويقعدوا يكذبوا عليك ويقولوا ما ليس فينا، ما ليس فينا. بس الأهم من كل ده لو انت متصالح مع نفسك،
لو تصالحت مع نفسك وثقت في ربنا وقربت منه وتأكدت من قيمتك وحبيت نفسك وعرفت قيمتها، مش هتفرق معاك كل أكاذيبهم وكل اللي بيقولوه شوية ومش تبقى شايفهم أصلا. معايا في رحلة التعافي هناخدكوا لأبعد حتة، إن شاء الله أنا وولاد الأصول اللي معانا مش هتبقوا شايفينهم، مش هتبقوا شايفينهم. وساعتها هتلاقي نفسك وتتعوض بقى ساعتها وبعد ما مشيت في طريقك. فصلوا على النبي كتير في هذه الأيام. هنكمل قصة بقى بنت الأصول دي إن شاء الله بكرة، لأن احنا مش هنلحق النهاردة نخلصها. بنت الأصول اتأذت وبتتعافى دلوقتي من وجع لروح بتتعافى الحمد لله. قصص حقيقية هنبدأ نتكلم فيها إن شاء الله عشان نشاركها معاكم عشان تفوقوا. ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله فهو حسبه. فصدقني قربك من ربنا هو ده فلاحك، هو ده راحتك. سبح كتير، ولازم نصلي ركعتين قيام ليل بعد ما نخلص. هتلاقي بيتك منور من فوق، الملايكة شايفاه منور. بص كل البيوت مظلمة ما عدا ده، وانت طافي النور عندك وقافل الباب عليك وسبحان الله منور، ما تعرفش النور ده جاي منين. فانت مميز، فده تغيير حياة على طول. حافظ على ركعتين قيام الليل من بعد رمضان، كنا بنقول كده بعد ليالي القدر اللي احنا بليلة القدر. فمن فضلك حافظ عليهم، حافظ عليهم وكلم ربنا فيهم، هتلاقي العوض جالك على طول على طول. هتشوف، فهتفرج عليك لان انتوا في كرب محتاجين ده، محتاجين ده. بقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم ندى شجرة جات له ورجعت تاني مكانها فبتسبح. برافو عليك يا جي ار. بص ما شاء الله، انا ببشرك بالخير ان انت هتتعافى، لان انت بتقول يا رب. قول يا رب، هو اللي هيطلعك من الظلمات اللي انت فيها للنور، ومن الوجع والألم للفرحة والسعادة، والعوض اللي هتنزل بيه سجدة لله سبحانه وتعالى. ربنا أبدا ما ينساك. صدقني يعني من يتوكل على الله فهو حسبه، دي من أجمل الآيات الجميلة وأعظم المعاني اللي تسيب في قلبك أثر جميل. إن أنت لما تتوكل على الله بتسلم قلبك وعقلك وكل اللي بيحصل لك لقدرته وحكمته. فوضت أمري لله، توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل. هتقول معايا كده وتبدأ معايا هذه الرحلة، وربنا عارف اللي جواك وبيقول لك هل من مستغفر فاغفر له، هل من يعني من داعي فاستجيب له. في الوقت ده تقوم تصلي ركعتين. بيقول لك انا فاهمك تعالى، انا هريحك تعالى، ما انا فاهمك، عارف اللي جواك وحاسس بيك وشايفه، تعالى وانا هريحك. فمن اجمل المعاني اللي ممكن نشوفها لمن يتوكل على الله ويحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه. فوضوا بقى في اللي بيحصل لك، في الوجع، في الألم، في العناء الكبير اللي انت بتمر بيه. الله هو اللي هيدبر لك، لا تدبر لها أمره فذو التدبير هلك. فوض الأمر لله فهو أولى بك منك. انت مالك ومال تدبير أمورك، مالكش دعوة. حتى لو الدنيا كلها مضلمة كلها، وحسيت ان كل الأبواب اتقفلت في وشك، والدنيا ميتة خالص، ميتة، حياتك ميتة، خذلان دمر روحك الطيبة، ما تنساش، لا تنسى ان الله معك، هو اللي هيديك القوة ونفخ فينا من روحه. ففطرتك السليمة هو القرب من الله، إلا من أتى الله بقلب سليم، سيدنا إبراهيم. وهو اللي أدرى بوجعك وكل دمعة كنت بتدمعها. وزي ما حكيت لكم قصة بنت الأصول، صدقني انا بقول لها وهي سمعاني توكلي على الله. لو سمعاني يا ريت تسمعنا، توكلي على الله. ومش معناه يعني ان انتي مثلا مهمومة تعبانة، ده مش معناه ان انتي كده خلاص الموضوع انتهى، لا بالعكس، ده انتي بتسعي وتقومي على رجلك وتقفي وتحبي نفسك وتبدأوا من جديد. هتلاقوا نفسكم الحياة وتعرفوا قيمة نفسكم. في ناس كتير عرفت قيمة نفسها معانا وقالوا لنا ان هم بدأوا فعلا صفحة جديدة مع نفسهم، وبدأوا يحبوا نفسهم حب حقيقي، يحبوا نفسكم. في النهاية صدقني ربنا قدرته واختياره ليك هيبقى الافضل والاحسن، وربنا بيرتب لك حياتك دلوقتي، ربنا بيرتب لك حياتك دلوقتي، والنهاية دايما لصالحك. على قد عطائك ووجعك وألمك
والله يخليك يا إلهام. أخبارك يا إلهام؟ عيد سعيد عليك. ما دخلتيش معانا لايفات العيد؟ عملنا لايفات جميلة في العيد، كنا مع الناس، واحنا بقالنا كام يوم بنعمل لايفات حلوة الحمد لله. احنا ناس كتير راضية عنها. ف وبنتكلم عن قصص حقيقية دلوقتي، ناس عانت. فمهما كان الموقف صعب اللي انت بتمر بيه، افتكر ان ربنا معاك وحاسبك في كل شيء. مادام قلبك مع ربنا مفيش حاجة هتوقفك. هتبدأ معايا واستقم وامضي في طريقك، امضي في طريقك وامشي في طريقك ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لسيدنا علي بن ابي طالب: ما تشغلش بالك باللي حواليك، انت مش لوحدك ابدا، اديك معاك ناس جميلة ومعاك ربنا رب الوجود، رب اللي في ايده ملكوت الوجود. ما ما يخيبش ابدا اللي يتوكل عليه، ما يخيبش ابدا، لا يخيبك ابدا. ولا تيأس من روح الله، ولا تيأس من رحمة الله. واعملوا آل داود شكرا، لازم تشكر ربنا، تعمل شكر. عارف يعني ايه تعمل شكر؟ يعني تحمد ربنا باستمرار وتحس، تعمل يعني تحس بالاحساس الشكر في كل حاجة، كل حاجة، في كل حاجة. حس باحساس الشكر وانت شغال، وانت بتقوم على رجلك، وانت بتتعافى، وانت واصل لمرحلة جميلة ان انت بتحب نفسك وبتقوم على رجلك وبتقف بعد العناء الكبير والعطاء الكبير اللي انت مريت بيه. انت مش لوحدك، مش لوحدك ابدا. صدقني اللي بيشوهك ده مش هيقدر يغير حياتك. اللي بيتكلم عليك، اللي بيقول ما ليس فيك، اللي عايز يطلع نفسه من الموضوع ويطلعك انت اللي غلطان، انت اللي ظالم، وعايز يشككك في نفسك، اوعى تتهز ثقتك في نفسك بعد الخذلان والظلم والوجع اللي انت مريت بيه. مش هيعرفوا يغيروك لو وقفت على رجلك. هم عايزين يحبطوك، عايزين يوجعوك، عايزين يحسسوك ان انت لا تستحق الحب والتقدير، لان انتوا ولاد اصول. هم مش عارفين يبقوا زيكم، مش عارفين انتوا كنتوا بتنوروا لهم طريقهم في عز افتراء، طلعوا في البلكونه تدعوا لهم يعني، لكن طلعوا مش قد المسؤوليه، طلعوا ضعفة. فده ضعيف. اللي بيجيش ويتكلم عليك ويطلعك انت الغلطان ده ضعيف. ده ما تعلمش معنى الرجولة، ولا تعلمت هي معنى الأنوثة. يعني في فرق كبير أوي بين رجل وذكر، وبين ست وأنثى أو سيدة وأنثى. يعني ذكر وأنثى عادي ده نوعهم، لكن ذكر، ربنا ذكرهم في القرآن قال ايه: رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. والست يعني ستنا عائشة، ستنا خديجة، ناس لما تيجي من بره ما تبصش في ايدك جايب ايه، جايب ايه، تبص لعينك الاول. هو طبعا انت هتجيب وهتعمل كل حاجة، بس لازم تبص في عينك، شوفك مالك. وانت ما تفتريش عليها وما تظلمهاش، ما تجيش عليها. لازم تقدر ان هي ست وربنا وثق عليها وقلبها يعني قوتها في ضعفها، خلي بالك. وهي ربنا خلقها من ضلع آدم، يعني خلقها يعني بيقولك من ضلع أعوج. فده دليل ان هي يعني قوتها منتهى القوة في ضعفها اللي انت مش عاجبك، او قلبها الطيب الحنين، او اللي هو بيتأثر بسرعة، يعني بتنفعل شوية بالعاطفية شوية. فانت لازم تقدر الحاجات دي، لازم تقدروا الحاجات دي. والست برضه لازم تقدر الراجل ان هو في اوقات معينة بيحتاج منها حنان، بيحتاج منها روح طيبة. يبقى فيه كده يعني. يقروا كتير في قصص ستنا عائشة والسيدة خديجة، واقروا في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والناس الصالحة. وزي ما قالك الله سبحانه وتعالى: فاصفر بذات الدين تربت يدك. تربت يدك يعني ايه؟ يعني الست اللي تتقي الله في بيتها وزوجها. الراجل نفس الكلام، اللي هو راجل بقى يتقي الله في زوجته، يعني يتقي الله بقوة، يتقي الله بقوة. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: استوصوا النساء خيرا. اه طبعا سورة البقرة دي ملهاش حل. لو اللي حياتك ميتة اسمها سورة الإحياء. لو حياتك ميتة احييها بسورة البقرة، بس ده المطلوب منك. فعلا لو حياتك خلاص مش لاقي لها مخرج، خلاص ضايعة، كل يوم سورة البقرة، خلاص انت كده فتحت عليك. اعملوا كده اللي يقدر يعني. ف
اه طبعا. بص، اللي مش قادر يقرا يا جماعة سورة البقرة، اللي مش قادر يقرا سورة البقرة يا جماعة، انت لو قريت كل هو الله احد 3 مرات في اليوم كأنك قريت القرآن كله. فاقرا كل هو الله احد 3 مرات، وكل اعوذ برب الفلق 3 مرات، وكل اعوذ برب الناس 3 مرات. بس طبعا سورة البقرة زي ما قلت لك سورة الإحياء، لو عايز حياتك بقى خلاص ميتة خالص. وسورة آل عمران بقى نعمرها بعد كده، بس خليها تحيا الأول. ما شاء الله عليك يا إلهام، ما شاء الله عليك. فالفتحة هيجيلها، دي واحدة مجربة فبتقولك. قيام الليل مهم جدا زي بيقول، وتقول لك البيت بينور من فوق ركعتين سبحان الله. يعني كل البيوت، يلا يا دوبك نلحق كل يوم، احنا طبعا بنصلي ركعتين قيام ليل، فعايزين نلحق كلنا ان شاء الله نقوم كلنا نصلي ركعتين قيام الليل، حافظوا عليها، لان البيت بتاعك هينور من فوق، ربنا يشوف والملائكة هيبقى منور كده. فتخيل الملائكة شايفاه منور، وبيتك الوحيد من وسط شايفين في اضاءة جاية كده، وانت بيتك جوه طافي النور وعمال تصلي وكلم ربنا ركعتين قيام ليل. والوتر ما تنسوش الوتر، عشان الله وتر يحب الوتر، ركعة او 3 زي ما انت عايز بس، وتقول فيها قول هو الله احد. اتفقنا؟ ونهاية سورة البقرة جميلة جدا طبعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، برافو يا سارة. ربنا يكرمكم. وخلي بالكم الكلام لما بنتكلم في الدين ده سبحان الله، هي دي بيسموها رياض الجنة، اسمها ايه، رياض الجنة، اللي هي حلق الذكر لما بتذكر ربنا. ده مهمة جدا يا جماعة، مهمة جدا 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 جدا. فبيسموها رياض الجنة، حتة كده من الجنة، ففيها الخير الكتير. يعني دي فيها اللي هي الجلسات بقى اللي الناس بتقعد فيها تذكر ربنا وتتكلم، يا تسبح بقى، تحمد ربنا، تكبر، تقرا قرآن. مهم جدا يا جماعة، ده هيفرق معاك، لأن بتحفك الملائكة. ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن ما جلس قوم في مجلس إلا في مجلس يذكرون الله فيه إلا وحفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة. فانتوا محتاجين ان انتوا ربنا يرحمكم من الألم اللي انتوا فيه والوجع. فمنالة هي بتقول لكم ممكن تقسم سورة البقرة على 5 صلوات، كل صلاة 10 صفحات تقريبا. حلو جدا، برافو يا منالة، على فكرة جميلة، فكرة جميلة. اعملوا كده يا جماعة، اللي يقدر يعمل كده يعمل. ربنا طبعا الباب يسر، انت مفتوح لك، اعمل اللي انت عايزه. المهم ان انت ما تسيبش باب ربنا، بس اقف عليه، عشان لازم يبقى اساس قلبك، عشان لازم الروح تتغذى، ما ربنا خلقها لازم تتغذى. فانت كنت بتغذيها بايا كان الغذاء، فما بتقدرش. فالناس اللي متعلقه تعلم مرضي عشان عماله تغذي في روحها من مصدر مش مصدرها الصح. فحلقة الذكر مهمة جدا 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 يا جماعة، مهمة جدا جدا جدا. احنا بنتكلم عليها في لايف لوحده او فيديو لوحده، مهم جدا يا جماعة. فنتوكل على الله ونبدأ ننهي هذا اللايف على خير، وبكرة نكمل قصة الحقيقية اللي احنا اتكلمنا فيها لبنت الأصول. وهنعمل بقى قصص كتير الفترة الجاية، هنجيبها من الناس اللي بتشارك معانا هذه القصص، عشان هتفرق معاك لعلها تكون قصتك، وتفوقك بقى، وتقوم من وجع كبير لروح بتتعافى، وبتقوم على رجلها بعد كسرة كبيرة وألم كبير. فيلا بينا نبدأ مع بعض رحلة جميلة لإخواتنا في كل مكان، إخواتنا الحلوين. يلا على بركة الله، ربنا يرحمنا جميعا. أنا بختم معاكم وهقول لكم كلمتين أحب أقولهم لكل حد مر بتجربة صعبة واتلعب بيه، تم التلاعب بيه، اتلعب بيكم. بقول لكم ان شاء الله بكرة ان شاء الله الساعة 2 يا سارة تنوريني، والله تنورينا بكرة. بقول لكم توكلوا على الله، من يتوكل على الله فهو حسبه، وهو السند الأقوى لينا كلنا اللي احنا محتاجينه. الذكريات المؤلمة مش هتوقفنا، اللي حصل مش هيوقفنا، هما مش هيعرفوا يوجعونا، مش هيعرفوا يخلونا نحبط، مش هيشوهونا. ورياض الجنة دي عايزين نهتم بيها، نتجمع مع بعض كده في حلقات ذكر حتى باللايف كده، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، عشان نطهر قلوبنا بقى ونرفع الهموم منها ونتعوض. مهم اوي، دي رياض الجنة.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده: لو مريت برياض الجنة فارتعوا بهلا. رياض الجنة اللي هي حلق الذكر، ارتعوا يعني خشوا فيها وخدوا خيرها. خلاص، فمهمة جدا يا جماعة، مهمة جدا، مهمة جدا. كلنا يا جماعة نصلي، يلا نقوم يا دوبك صح زي ما بيقولوا تقول نصلي قيام الليل. اقول لكم حاجة اخيرة: كل خطوة في حياتك، كل خطوة في حياتك لازم تفتكر دايما ان ربنا معاك، واللي بيحصل ترتيب رباني لصالحك. مفيش حاجة في الدنيا هتقدر تهزمك بعديها طالما انت بتعتمد على الله. اللي هو بيقول لك: من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يلا بينا. واخيرا اخر حاجة عايز اقولها لكم وهنقوم على طول: التغيير هيبدأ من جواك لما تعرف قيمة نفسك، وربنا ما بيضيعش اجر من احسن عمله. فاعمل وقل اعمل وقل اعملوا آل داود شكرا. اشكر ربنا كتير في هذه الايام، واعمل عمل كويس وقوم على رجلك واقف وشكر